بسم الله الرحمن الرحيم. معكم احمد راشد. شرحت الفيديو اللي فات الاوتونوميك جانجليون، وهنشرح النهارده مع بعض ان شاء الله الشابتر الثاني، وهو السمباثيك نيرفس سيستم. قبل بس ما نبتدئ شرح النهارده، احب افكركم بمعلومتين مهمين علشان هيفيدونا في شرح النهارده جدا جدا جدا. المعلومه الاولى، الاوريجين بتاع السمباثيك. لو فاكر كنا بنقول السمباثيك طالع منين؟ من السباينال كورد. صح، كنا بنقول طالع ثوراكو لمبر، يعني طالع من الثوراسيك سيجمنت اوف ذا سباينال كورد واللمبر سيجمنت اوف ذا سباينال كورد. وكنا بنقول الباراسمباثيك طالع كرينيو ساكرال، وده اللي ان شاء الله الدكتور احمد هيشرحه لكم، هيشرح الباراسمباثيك. فانا هتكلم عن الجزء اللي يخصني وهو السمباثيك. بيطلع ثوراكو لمبر من الثوراسيك واللمبر سيجمنت. طيب ايه المعلومه التانية اللي عايز اقولها برضو علشان هتفيدنا النهارده؟ آه، هو السمباثيك نيرفس سيستم دون بيشتغل امتى؟ السمباثيك بيشتغل في ربنا يعني خلق الجهاز دون بحيث انه لما يشتغل، اللي هو جهاز السمباثيك نيرفس سيستم، بحيث انه لما يشتغل يهيئ جسمك لمواجهة الخطر او لمواجهة الخوف. يعني بيقول لك، هتلاقيها في التكست بوك الكبيرة، بيقول لك ان السمباثيك نيرفس سيستم بيهيئ الجسم لمواجهة الفرايت اند فايت. فرايت اللي هو الخوف والفزع، والفايت اللي هو ايه؟ القتال، بمعنى اصح اللي هو بيسموها الخناقات هنا يعني. فيعني مثلا واحد بيتخانق، هل هي شوف كده تأثير السمباثيك على جسمه عامل ايه؟ طيب واحد مثلا ماشي في الشارع واتخض مثلا فجأة، او حصل موقف خض وخوفه، شوف مثلا التأثير السمباثيك عليه في الوقت ده عامل فيه ايه في جسمه. تمام. فاحنا ان شاء الله السمباثيك نيرفس سيستم بيقول لك ان السمباثيك نيرفس سيستم بيديفايدد الى 4 ديفيجنز، وهم سيرفايكال، كارديو بالمونري، سبلانكنيك اند سوماتيك ديفيجنز. طيب احنا في الفيديو اللي هنشرحه مع بعض دون هنشرح اول اتنين اللي هما السيرفايكال والكارديو بالمونري. بسم الله الرحمن الرحيم. الدياجرام اللي احنا شايفينه دون عبارة عن ايه؟ تعالى نفهم الدياجرام الاول وبعد كده هنشوف الشرح. ده قال لك السباينال كورد. فاكر السباينال كورد اللي الدكتور احمد قسمه لك؟ قال لك 8 ثوراسي، 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 سيكرال، و والكوكسيجيال. تمام. طيب محدد لك، بيقول لك فيرست ثوراسيك والسكند ثوراسيك. تمام. طب ايه الرسمه المرسومه دي؟ طبعا انت عمرك ما هتفهم الرسمه المرسومه دي الا اذا كنت انت سمعت الفيديو بتاع الاوتونوميك جنجليو، لان المرسومه دي هي السمباثيك تشين، السلسله اللي موجوده على الناحيه اليمين والسلسله اللي موجوده على الناحيه الشمال من السباينال كورد، وكل دايره من دول بتمثل جنجليو لو فاكر يعني. طيب كل الحكايه ايه؟ انا عندي في نيرف فايبر طلع هنا من الفيرست ثوراسيك، وواحد تاني طالع من السكند ثوراسيك، وبداوا يمشوا وراحوا على اول جنجليون في السلسله في التشين كلها، اول واحده فوق. كان اسمها ايه لو فاكر؟ كان اسمها سوبيريور سيرفايكال جانجليون، لان احنا قلنا اللي تحتيها اسمها ميدل سيرفايكال جانجليون، واللي تحتها بقى التالتة اسمها انفيريور سيرفايكال جانجليون. علشان قلنا هنبدا بقى، دي اسمها الفيرست ثوراسيك جانجليون ودي السكند ثوراسيك جانجليون، وهكذا. طب كل الحكايه ان الاتنين نيرف فايبر دول طلعوا زي ما انت شايف العلامه بتاعت الريلي اهي، اللي هي السبعه، والدايره اللي بتبدا بالفايبر اللي طالع بقى من الجنجليون. يعني الاتنين فايبر بالخلاصه دخلوا السوبيريور سيرفايكال جانجليون وعملوا فيها ريلي. طيب الفايبر اللي طالع من السباينال كورد لحد ما يوصل الجانجليون اسمه بري جانجليونيك فايبر، ده اسمه بري جانجليونيك وده اسمه بري جانجليونيك. وصلوا السوبيريور سيرفايكال جانجليون وعملوا فيها الريلي زي ما انت شايف. اذا اللي هيطلع من الجانجليون رايح للعين دون، ورايح للسكين، ورايح للسليفري جلاند، ورايح للبلاد فيسل، ده بنسميه بوست جانجليونيك فايبر، عشان طالع من الجانجليون ورايح للافكتور اورجان، سواء العين سواء السكين سواء السليفري جلاند سواء البلاد فيسل.
طيب بالراحه بقى كده وننزل نشوف الكلام المكتوب. قال لك السيرفايكال ثيمباثيتك ديفيجن. اولا الديفيجنز ده اهو بيسبلاي الاستراكشر بتاعت الهيد اند نيك. دي اول معلومه لازم تعرفها. طب طالع منين؟ ده طالع من اللاترال هورن سيل بتاعت الابر تو ثوراسيك سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. طبعا مش فاهم، هنرسم رسمه بسيطه وهوريك فين اللاترال هورن سيل. بفرض ان ده قطاع عرضي في السباينال كورد، قطعناه بالعرض كده، وطبعا كان في حاجه كده اسمها ايه، جريماتر، وللسنترال كانال. المفروض ان دي الانتيريور هورن سيل. في حاجه بقى هنا اهو اسمها اللاترال هورن سيل اللي احنا هنلونها لك باللون، وليكن مثلا اللون البينك ده. دي كانوا بيسموها ايه؟ دي كانوا بيسموها lateral horn cells. تمام. يعني عايز تقول لي ان النيرف فايبر البري جانجليونيك فايبر طالع منها كده، وادي الجانجليون دخل فيها عمل الريلي، وادي البوست جانجليونيك فايبر طلع راح للعين، راح مثلا للجلد، تمام، راح مثلا للسليفري جلاند، هيروح لاي حته. المهم هو ده اللي ايه اللي كان يقصد يقوله لك بان البري جانجليونيك، ده البري جانجليونيك طالع منين؟ طالع من اللاترال هورن سيلز بتاعه الفيرست والسكند ثوراسيك سيجمنت اوف ذا سباينال كورد، راح للايه؟ للجانجليون. انهي جانجليون؟ سوبيريور سيرفايكال جانجليون، ويطلع بوست جانجليونيك فايبر يروح للاورجانز اللي ايه؟ اللي احنا هنشوفها مع بعض في الدياجرام. تاني كده، this division supplies the structures of the head and neck. طالع من اللاترال هورن سيل اللي احنا شفناها على في الرسم اللي رسمناها من شويه بتاعه الابر تو ثوراسيك سيجمنت اوف ذا سباينال كورد. هما فين؟ اهو، اللي هي الفيرست ثوراسيك والسكند، دول الابر تو ثوراسيك سيجمنت. طيب بيقول لك بقى ايه؟ البري جانجليونيك فايبر reach the sympathetic chain then proceed upward and relay in the superior cervical ganglion. يعني بيقول لك ان البري جانجليونيك فايبر بتوصل السمباثيتك تشين اللي هي على جنب اللي على جنب السباينال كورد على شكل سلسله دي، وبعدين بروسيد ابورد يعني تطلع لفوق زي ما انت شايف اهو، طلعت من هنا اهو، وتعمل بروسيدنج ابورد يعني تطلع لفوق اهو، طالعه لفوق لحد لما توصل السوبيريور سيرفايكال جانجليون وتعمل ريلي. تمام اهو، and relay in the superior cervical ganglion. طيب لحد هنا تمام. البوست جانجليونيك نيرون او البوست جانجليونيك فايبر اللي طالعه من الجانجليون تروح تمشي مع البرانشات بتاعه الكاروتيد ارتريز and supply the following structure. بيقول لك ان ايه يعني، قصده يقول لك ان البوست جانجليونيك نيرون اللي طالع ده وده وده وده، وهما ماشيين هتلاقيهم ماشيين مصاحبين للبرانشات بتاعه الكاروتيد ارتري. يعني كل برانش من الكاروتيد ارتري ماشي مثلا تلاقي فوقيه ايه؟ بوست جانجليونيك فايبر. برانش تاني من الايه؟ من الكاروتيد ارتري برضو ماشي فوقيه برضو بوست جانجليونيك فايبر، وهكذا. طيب تعال نشوف بقى ايه بيسبلاي ذا فولوينج ستراكشر. مين اللي بيسبلاي؟ البوست جانجليونيك فايبر، ده اهو وده اهو وده اهو وده. تعال نشوف تأثيره بقى ايه. اولا على العين، ثانيا على السليفري جلاند، ثالثا على اللاكريمال جلاند، رابعا على السكين، خامسا على السيريبرال بلاد فيسل. هنفهم كل واحدة بالراحة. تعال نشوف تأثيره على العين.
بص يا باشا، اولا بيعمل كونتراكشن في الريديال ماسلز اوف ذا ايرس اللي هي بيسموها الدايليتور بيوبيلي ماسل، فيحصل مايدرياسيس او بيسموها بيوبل دايلاتيشن او دايليشن. طبعا مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، بالراحه خالص، ركز معايا في الرسمه دي علشان هتسهل لك الدنيا خالص. السيلري ماسل شكلها كده اهو بالظبط، ودي حدقه العين. السيلري ماسل عضلات ريديال. يعني ايه ريديال؟ يعني عضلات طوليه بالشكل ده اهو. تمام، هي دي الخط ده اهو والخط ده اهو وده اهو وده اهو وده اهو، كل الخطوط دي هي السيلياري ماسل. لما يحصل لها كونتراكشن، الكونتراكشن يعني الفايبر ده اهو يقصر، والفايبر ده اهو الماسل فايبر دي تقصر ودي تقصر ودي تقصر. تعال نشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. هتلاقي دي الدايره الكبيره اهي، وجواها الدايره الصغيره دي، المسافه ما بينهم وبين بعض المسافه ده اهي هتقصر، هتلاقيها عامله كده اهو. وادي الفايبر بعد ما حصل لها كونتراكشن. اذا حصل ايه بقى؟ دي كبرت، دي بيسموها دايلاتيشن، بيوبل دايلاتيشن او ميدريازيس، اتساع حدقة العين. يبقى فهمت كونتراكشن في السيلري ماسل فايبر يعمل ايه؟ يعمل بيوبل دايلاتيشن او بيسموها دايليشن، او المصطلح بقى اللي متعارف عليه ميدريازيس. تمام؟ يبقى رقم واحد يعمل ايه في عضله الايرس او اسف الدايليتور بيوبيلي ماسل. الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه هنا، اسف، احنا كنا بنقول ان دي السيلري ماسل، بس هي دي الدايليتور بيوبيلي ماسل. تمام؟ لما يحصل كونتراكشن في الفايبر بتاعتها زي ما انت شفت هنا، تبقى الشكل ده اهو، ده بيعمل مترياسيس او بيوبل دايلاتيشن، اتساع حدقة العين. رقم اتنين بيعمل كونتراكشن في الماسلز اوف ذا ايليد اللي هي السوبيريور والانفيريور تارسال ماسل، فبيعمل وايدنج اوف بالبيبرال فيشر. طيب ازاي برضو الكلام ده؟ قال لك هنفترض ان ده جفن العين، ودي الاي بول اهي، وده الجفن اللي تحت اهو. يعني ده الابر ليد اللي هو الجفن العين اللي فوق، وده جفن العين اللي تحت. تخيل لما اقول لك ان في عضله هنا وعضله هنا، والعضله دي بتتشد لورا في الاتجاه ده، والعضله دي بتتشد لورا في الاتجاه ده، اذا ده هيرجع وده هيرجع، اذا المسافه ما بين الجفن ده والجفن ده هتزيد، وده اللي بيسموه البالبيبرال فيشر، المسافه ما بين التو ليدز، الابر ليد واللور ليد. لو المسافه دي وسعت بيسموها ايه؟ وايدنج اوف بالبيبرال فيشر. يبقى لو حصل كونتراكشن في الماسلز بتاعت الاي ليد اللي هم السوبيريور تارسال والانفيريور تارسال، هيحصل ايه؟ وايدنج في البالبيبرال فيشر، المسافه ما بين الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت هتزيد. وده برضو مطلوب في حاله انك كنت بتتخانق تبقى مبرق كده وعشان تشوف ايه؟ تشوف اللي حواليك. رقم 3 برضو بالنسبه للعين، بيعمل كونتراكشن، السمباثيك بيعمل كونتراكشن في المولارز ماسل behind the eye ball، فيعمل اكزوفثالموس. يعني بيقول لك ان في عضله موجوده في ظهر العين اهو. نفترض مثلا ان دي العين، وده ايه؟ الجفن اللي فوق، وده ايه؟ الجفن اللي تحت. بيقول لك في عضله موجوده هنا، العضله دي لما بيحصل لها كونتراكشن بتقوم زقه العين لبره، فتلاقي العين طالعه بره الليد كده. دي بيسموها ايه؟ اكزوفثالموس، او تعريفها يعني بيقول لك ايه؟ فورورد بروتروجن اوف ذا اي بول. وده بيقول لك بيحصل فين؟ في الحيوانات وكده.
طيب بيحصل فازو كونستريكشن في البلاد فيسل اوف ذا اي، يعني بيحصل انقباض في الاوعيه الدمويه بتاعه العين. بدل ما الوعاء الدموي يبقى زي ما انت شايفه واسع كده، لا بيبقى كده. ده بيسموه ايه؟ فازو كونستريكشن. يعني العين داخل لها وعاء دموي واسع كده، بمجرد السمباثيك ما يشتغل تلاقيه بقى كده. ده بسميه فازو كونستريكشن في البلاد فيسل اوف ذا اي. بيقول لك بيحصل ريلاكسيشن في السيلري ماسل اثناء الايه؟ الفار فيجن. طبعا دي تركز عليها علشان ده ام سي كيو. لو خدت بالك ان السمباثيك بيعمل ايه، زي ما انت شايف شغال في العضلات بتاعه الايرس اللي هي الدايليتور عمل فيها كونتراكشن، الماسلز بتاعه الايليد عمل فيها كونتراكشن، مولر ماسل عمل فيها كونتراكشن، الا عضله واحده بس السيلري ماسل بيعمل فيها ايه؟ ريلاكسيشن. ركز في النقطه دي علشان دي نقطه ام سي كيو مهمه جدا. يبقى دي اول حاجه على الدياجرام اهو، البوست جانجليونيك فايبر اللي راح للعين، وتقوم قايل بقى ايه اللي حصل في العين بالنسبه للدايليتور بيبولي مصر اللي هو راسمها زي ما انت شايف اهي، وبالنسبه لل الايليد ماسلز والمولر ماسل والبلاد فيسل بتاع العين والسيلري ماسل. السيلري ماسل خد بالك ريلاكسيشن نوت كونتراكشن. طيب هنروح للسليفري جلاند اللي هي بيسموها الغدد اللعابيه. ايه اللي هيحصل؟ في غده مثلا زي الباروتيد جلاند، غده لعابيه من ضمن الغدد يعني الموجوده في الجسم. تاثير السمباثيك عليها هيعمل ايه؟ اولا هيعمل فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن فين؟ في الوعاء الدموي اللي رايح للغده. فده هينتج عنه ايه؟ little viscous concentrated secretion او يسموه trophic secretion. يعني ايه؟ نجيب برضو رسمه ونرسم. ادي مثلا وليكن دي غده salivary secretion، salivary gland، وده وعاء دموي داخل للغده علشان يغذيها. قال لك لو احنا ضيقناه، هو تاني بس قبل ما ايه ما يحصل فازو كونستريكشن في الوعاء الدموي، هو زي ما انت شايف الوعاء الدموي كده واسع، تمام؟ اذا شايل مواد كيميائيه كتيره جدا 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 ماشيه مع الدم، تمام؟ طب لو انا ضيقت الوعاء الدموي، يبقى فرصه ان اي ماده عضويه او اي ماده كيميائيه ماشيه في الدم انها تدخل للغده بعد انا ما ضيقت بتبقى قليله. بمعنى اصح بيخلي الافراز بتاع الغده كونسنتريتد مركز، تروفيك سكريشن يعني لو اورجانيك ماتيريال، مفيش مواد عضويه كتير. ودي اللي يمكن هو مش كاتبها ولكن ده التوضيح، يعني ان لما بيعمل فازو كونستريكشن بيخليه يطلع كونسنتريتد سكريشن، تمام؟ ده بالنسبه للفازو كونستريكشن على الوعاء الدموي. طيب بالنسبه للسليفري سكريشن نفسه السمباثيك بقى، بص، سمباثيك ستيميوليشن على الغده يخليها تعصر نفسها علشان تطلع الافراز. عارف زي ايه بالظبط؟ كانها سفنجه مبلوله ميه، وجيت انت عصرتها بايديك هتلاقيها ايه؟ بتطلع الايه؟ الافرازات. اهو قوه العصر بتاعت ايديك هو ده تاثير السمباثيك على الايه؟ على السليفري سكريشن. اهو بيقول لك سكويزنج اوف سليفري سكريشن كنتيجه للكونتراكشن اللي حصل للخلايا اللي بتحوط السليفري اسيناي. او يعني بيقول لك ان منظر الغده اصلا بيبقى عامل كده اهو، اهو بالظبط. وبيقول لك ان المفروض ان هنا اهو زي ما احنا راسمين كده بالظبط، هتاخد ده في الهيستولوجي ان شاء الله. هنا مجموعه خلايا اهي، بيقول لك ان الخلايا دي هي دي خلايا الغده بمعنى اصح، وادي النيوكلياي بتاعت كل خليه اهو.
بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك السمباثيك عليها هيخلي الخلايا دي كلها تعصر نفسها زي السفنجه، فتطلع الايه؟ السكريشن من هنا. كلام واضح اهو، ما فيهوش اي مشكله. طيب كده احنا خلصنا تاثيره على السليفري جلاند. يبقى في السليفري جلاند هتكلم على كام نقطه؟ نقطتين. بالنسبه للاوعيه الدمويه اللي بتغذي السليفري جلاند يعمل فيها فازو كونستريكشن علشان تطلع كونسنتريتد سكريشن. رقم اتنين بيعمل ايه كمان؟ بيعمل سكويزنج للمايو ابيثيليال سيلز فيخليها تعمل كونتراكشن فتطلع السليفري سكريشن بتاعها. تمام كده؟ طيب رقم ثلاثة برضو بيروح على اللاكريمال جلاند اللي هي الغدد الدمعية اللي هي موجودة فين؟ اللي موجودة فوق العين على الرسمة اهي عشان تشوفها. دي اسمها اللاكريمال جلاند، الغدد الدمعية اللي بتنزل الدموع في العين. تمام؟ بيعمل فيها ايه؟ قال لك السمباثيك لما بيعمل لها ستيميوليشن، لما بيحفزها او السمباثيك بيشغلها بتطلع، بيعمل برضو فازو كونستريكشن، اذا تروفيك سكريشن زيها زي مين؟ زي السليفري جلاند بالظبط. فازو كونستريكشن فتطلع تروفيك سكريشن او كونسنتريتد لو فيسكس كونسنتريتد سكريشن، هي بالظبط. طيب تأثيره رقم 4 على السكين اوف ذا هيد اند نيك. هو احنا قلنا ان السوبيريور سيرفايكال جانجليون في الشرح خالص 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 في الاول اهو بنقول ان السمباثيك اللي طالع من السيرفايكال ده بيغذي انهي؟ الريجن الاستراكشر اوف ذا هيد اند نيك. اذا السكن اللي بتكلم عليه هنا مش عموم السكن اللي في الجسم كله، لا، بتكلم على السكن بتاع الهيد، منطقه الهيد اند نيك فقط. بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل فازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه اللي ماشيه في السكن، بيضيقها. برضو انت مثلا بتتخانق او خايف، يقول لك ده في سويت سكريشن، بيعرق من الخوف او من الايه او من الخناقه او كده. طب واحد اترعب او اتخض يحصل هير اريكشن، يقول لك شعره وقف من الايه؟ من الخض. وده نتيجه بالنسبه لحته الهير اريكشن ده بيحصل ازاي؟ ركز في دي عشان ام سي كيو بتتسال شفوي. الهير اريكشن عن طريق حصل فيه كونتراكشن في عضله اسمها ايه؟ اريكتور بايلي ماسل، او بيسموها البايلو موتور ماسل اوف ذا سكين. يعني تخيل ان الشعره بتاعت الانسان في تحت خالص، الجزء اللي تحت فيها عباره عن عضله. لما العضله دي بيحصل لها كونتراكشن العضله بيحصل لها ايه؟ تصلب وتقف. العضله دي اسمها ايه؟ اريكتور بايلي ماسل. طيب رقم 5 السيريبرال بلاد فيسل اللي هي الاوعيه الدمويه اللي موجوده في منطقه الايه؟ الهيد، اللي هي في، ما هو قال لك مش احنا قلنا الاستراكشر اوف هيد اند نيك؟ السيريبرال بلاد فيسل دي الاوعيه الدمويه اللي ماشيه في المخ. تمام؟ دي الاوعيه الدمويه اللي ماشيه بتغذي المخ. بيعمل فيها ايه؟ بيعمل فيها برضو الاستيميوليشن، سمباثيك ستيميوليشن، بيعمل ويك فازو كونستريكشن. يبقى ببساطه خالص كل اللي نقدر نطلع بيه من هنا من الدياجرام ده هو نشرحه بقى بسرعه كده. بنقول ان السيرفايكال ديفيجن اوف ذا سمباثيك نيرفس سيستم بيطلع من الابر تو ثوراسيك سيجمنت، من اللاترال هورن سيل، البري جانجليونيك فايبر، الاثنين يطلعوا يعملوا اسندنج ابورد علشان يوصلوا السوبيريور سيرفايكال جانجليون، يعملوا ريلي فيها، وبعدين يبدا يطلع البوست جانجليونيك فايبر يروح للعين، واحد يروح للسكين، واحد يروح للسليفري جلاند، واحد يروح للبلاد فيسل اللي هي الايه؟ السيريبرال بلاد فيسل. يعمل ايه في السيريبرال بلاد فيسل؟ زي ما قلنا يعمل فيها ويك فازو كونستريكشن. يعمل ايه في السليفري جلاند؟ يعمل فازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه اللي داخلها، فيعمل ليتل فيسكاس كونسنتريتد سكريشن. رقم 2 بيعمل كونتراكشن وسكويزنج في المايو ابيثيليال سيلز اللي بتحوط الغده فتعصر نفسها فتطلع السكريشن. بيعمل ايه في السكين بتاع الهيد اند نيك؟ بيعمل فازو كونستريكشن في الاوعيه الدمويه اللي ماشيه فيه. بيعمل سويت سكريشن، بيعمل إريكشن في العضلة اللي موجودة في الشعرة، فبيعمل حاجة اسمها هير إريكشن عن طريق العضلة اللي بيحصل فيها كونتراكشن اسمها ايه؟ إريكتور بايلي ماسل أو البايلو موتور ماسل. طب على العين أو على اللاكريمال جلاند بيعمل فيها ايه؟ فازو كونستريكشن في الأوعية الدموية اللي داخله لها، فتعمل ايه؟ تروفيك سكريشن، تطلع تروفيك سكريشن. طب العين؟ لا، العين فيها حوالي عن 4-5 حاجات. اولا على العضله اللي اسمها الايريس او الدايليتور بيوبيلي ماسل، بيعمل فيها كونتراكشن في الفايبر الطويله دهيا فتضيق، فلما دي تضيق كده الحدقه اللي في النص توسع،
دي بيسموها ايه؟ اتساع حدقة العين، اللي هو بيوبل دايلاتيشن او بيوبل دايليشن، او الاسم اللي مستخدم متريازيس. طيب في العضلات بتاعه الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت اسمهم السوبيرور والانفيرور تارسل، لما يحصل لهم كونتراكشن يقوموا راجعين لورا، فبالتالي تزيد المسافه ما بين الجفن اللي فوق والجفن اللي تحت، بيسموها وايدنج اوف بالبيبرال فيشر. بعد كده قال لك في عضله موجوده ورا العين اسمها مولارز ماسل، لما يحصل لها كونتراكشن تزق العين لبره، ودي بيسموها اكزوفثالموس، العين اللي طالعه بره. طيب اخر حاجه كنا بنقول، ودي اللي مهمه بتيجي في الام سي كيو، بيعمل ريلاكسيشن في عضله واحده اسمها السيلياري ماسل. تمام؟ سيلياري ماسل بيحصل فيها ريلاكسيشن اثناء الفار فيجن. وبكده في الدياجرام اللي فات نكون خلصنا السيرفايكال ديفيجن اوف ذا سمباثيك نيرفس سيستم. هنشرح نكمل بقى ايه الجزء الثاني من الفيديو، وهو الكارديو بالمونري سمباثيك ديفيجن. من اسم العنوان اصلا، ده السمباثيك اللي هيأثر على الكارديو اللي هو الهارت، وتأثير السمباثيك على بالمونري. بالمونري معناها بالانجليزي لانج، الرئه. يعني انا هاخد تاثير دلوقتي اللي انا فهمته من عنوان الدرس، انا هاخد دلوقتي تاثير السمباثيك نيرفس سيستم على القلب والرئتين. تمام؟ فبيقول لك this division بيسبلاي الهارت اند لانج. تمام؟ طالع منين برضو؟ هو قصده مين اللي هيطلع؟ قصده البري جانجليونيك. هيطلع منين؟ من اللاترال هورن سيلز اوف ابر فور ثوراسيك سيجمنت. يعني كام؟ يعني تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4. طب ما انت هتقول لي تي 1 وتي 2 يا دكتور، انا قلتهم فين؟ في السيرفايكال اللي احنا شرحناه فوق. هقول لك برضو بيطلع منهم بالاضافه الى 2، بالاضافه الى 3 و4، عشان يروحوا يدوا الهارت واللنج، كارديو بالمونري. تمام؟ هنشوف برضو رسمه هتوضح الكلام ده كله. فين الرسمه؟ ادي الرسمه. فاكر 1 و2 دول مش كانوا بيطلعوا ويروحوا للسوبيريور سيرفايكال جانجليون فوق هنا؟ هقول لك برضو بيطلع من 1 و2 يروحوا علشان يغذوا الهارت واللنج. يبقى الاوريجين طالع ازاي؟ قال لك طالع من تي 1 وتي 2 وتي 3 وتي 4. منين؟ برضو هنرجع تاني ونقول من اللاترال هورن سيل. نرسمها مرة تانية علشان التركيز. ادي ده قطاع عرض في السباينال كورد، وده حرف الاتش بتاعنا اهو، وده اللاترال هورن سيل اهي. لو فاكر يطلع من هنا البري جانجليونيك فايبر، يروح لمين؟ للجانجليون، يدخل الفايبر يعمل الريلي بتاعه، يطلع البوست جانجليونيك رايح للايه؟ للاورجن اللي هو مثلا هو قايل لي هنا اللنج، الهارت، يبقى ده الهارت مثلا. طب اللنج يبقى ده اللنج اهو. ماشي؟ وهنشوف هيعمل ايه. هو ده كان الرسم التوضيحي. تمام؟ يبقى طالع منين؟ تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 بري جانجليونيك فايبر. طيب راحوا فين؟ بص يا سيدي، هيروح للابر ثوراسيك جانجليون دي، ودي السكند ثوراسيك جانجليون. طب انت هتلخبطني ليه؟ انا مش هلخبطك ولا حاجه، انا هقول لك لو كنت انت مركز في الدرس بتاع الجانجليون كنا رسمنا تشين، فاكر دي؟ وتحتها دي، تحتها دي، كده 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 كده. كنا قلنا ده السباينال كورد لو فاكر. كنت قلت لك ان اول 3 مع بعض بسميهم السيرفايكال جانجليون، اللي فوق اسمها سوبيريور سيرفايكال جانجليون، ميدل سيرفايكال جانجليون، لور سيرفايكال جانجليون، او انفيريور سيرفايكال جانجليون. صح؟ السوبيريور دي خاصه بمين وشرحناها؟ بالسيرفايكال ديفيجن. طيب تعال نشوف بقى الكارديو بالمونري ده بيروح على انهي جانجليون. بص يا سيدي، قال لك this division بيسبلاي الهارت اند لانج، طالع من اللاترال هورن سيلز بتاعه الابر فور ثوراسيك سيجمنت تي 1 و2 و3 و4. البري جانجليونيك فايبر بتوصل السمباثيك تشين. انهي جانجليون في السمباثيك تشين؟ قال لك بيعملوا ريلي في اللور سيرفايكال وابر فورث ثوراسيك جانجليون. يعني على الرسمه بيطلعوا من هنا يا حبيبي ويعملوا ريلي في اللور، والاولى ثوراسيك والثانيه ثوراسيك والثالثه ثوراسيك والرابعه ثوراسيك، يعملوا ريلي، ويطلع البوست من هنا وبوست من هنا وبوست من هنا ومن هنا ومن هنا. تمام؟
نرجع تاني اهو. يبقى بيعملوا ريلي فين؟ في اللور سيرفايكال والابر فورث ثوراسيك جانجليون، فروم ويتش هيبدا يطلع منهم مين؟ من الجانجليون يطلع البوست جانجليونيك نيرون. قصه بقى محفوظه. هيطلع يروح فين بقى؟ قال لك هيروح على الهارت والاوعيه الدمويه اللي بتغذي الهارت، ويروح على الشعب الهوائيه اللي بيسموها البرونكيول بتاعه اللنج، والبلمونري فيزل اللي هي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي اللنج، وبكده يكون خلص الكارديو بالمونري. طب بالراحه بقى عشان نفهم. الهارت بيعمل السمباثيك بيعمل ايه في الهارت؟ قال لك السمباثيك ستيميوليشن بيأكتيفيت ذا هارت، بينشط شغل القلب عن طريق انه بيزود كل الكاردياك بروبرتيز او البروبرتيز اوف ذا كاردياك ماسلز. وده ان شاء الله هتاخده فين؟ في شابتر السي في اس او السيركيوليشن عندك. بيقول لك ان تاثير السمباثيك بيزود كل خصائص عضله القلب، بمعنى بيزود لو القلب دخل له سمباثيك واشتغل يزود انقباض عضله القلب اللي بيسموها، بيزود الكونتراكشن فورس بيخليها سترونجر، بيزود الاكسايتابيليتي اللي هي خاصيه الاثاره، القلب سهل انه يثار باي نبضه عصبيه. بيزود برضو خاصيه الكوندكتيفيتي اللي هي توصيل الباركنجي سيستم للنبضات جوه عضله القلب. طبعا كلمه باركنجي سيستم دي مش هتفهمها غير لما تاخد سي في اس. بيقول لك ان القلب شكله مثلا كده اهو، بيقول لك ان في كهرباء او سلوك كهرباء ماشيه جوه القلب، بمجرد السمباثيك ما يديلها السمباثيك بيسرع شغل اسلاك الكهرباء اللي ماشيه جوه الهارت اللي بيسموها البركنجي فايبر. بس ركز بس في الكلام المكتوب فقط لا غير. يبقى بيزود بيزود الكوندكتيفيتي للامبلس، للنبضات، سرعه توصيل النبضات. طيب تاثير السمباثيك على الكوروناري بلاد فيسل. يجي يسالك سؤال في الشفوي يقول لك ايه هي هو القلب دون مش المفروض ان هو اورجان بيضخ الدم لجميع انحاء الجسم؟ فتقول له يقول لك طب هو شغال لوحده ولا ليه تغذيه دمويه؟ اكيد القلب لازم يكون ليه وعاء دموي يغذيه، مع انه اصلا اورجان شايل دم. بس هو لازم يكون له وعاء دموي يغذيه، اللي بيسموه الكوروناري بلاد فيسل، الشرايين التاجيه الاربعه. عددهم كام؟ 4. فمثلا لو احنا هنرسم شكل القلب اهو، لو ده شكل القلب مثلا اهو، بنقول لك ان طالع من القلب كده شرايين علشان تدي القلب تاني، بيسموهم الشرايين التاجيه الاربعه. تمام؟ دي فيسلز ذات سبلاي ذا كاردياك ماسل، الاوعيه اللي بتغذي عضله القلب. طب السمباثيك يعمل فيها ايه؟ من غير انت بقى ما تفكر وبالراحه كده عشان ما تتلخبطش في دي، لان ده ام سي كيو مهم جدا برضه. دلوقتي انت في حاله خوف او في حاله مشكله، محتاج ان قلبك يضخ دم كتير ولا قليل؟ محتاج ان قلبك يضخ دم كتير طبعا، ومحتاج ان كميه الدم اللي رايحه للقلب علشان تغذيه تكون زياده. طب ده هيحصل امتى؟ لو عملت فازو كونستريكشن، ضيقت الشرايين التاجيه ولا وسعتها؟ لا، لو وسعت يروح دم اكتر. اذا دي الحاله الوحيده للسمباثيك اللي بيعمل فيها فازو دايليتيشن. يعمل فازو دايليتيشن في الكوروناري بلاد فيسل، ودي مطلوبه جدا 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 طبيا، علشان ده لما بيضيق بيعمل حاجه ان شاء الله هتاخدها لما بتكبر، بيسموها الذبحه الصدريه، اللي هو ضيق في الشرايين التاجيه. تمام؟ طيب نيجي رقم 3 على البرونكيولز اللي بيسموها الشعب الهوائيه بمعنى اصح، اللي هي دي بيعمل فيها قال لك اولا بينهبت السكريشن اوف ذا ميوكس، بيمنع افراز المخاط او البلغم بمعنى اصح، اللي فين؟ اللي في القصبه الهوائيه وفي الشعب الهوائيه. يبقى السمباثيك انت وانت بتتشاكل مش محتاج ان في ان في ميوكس يتكون وان في بلغم يتكون فين؟ في الشعب الهوائي عندك، بس محتاج انك تتنفس وانت بتتخانق او وانت مفزوع، تاخد نفسك جامد. يبقى لازم يحصل برونكو دايلاتيشن، يعني تمدد او توسع فين؟ في الشعب الهوائيه. تمام؟ طيب نيجي لاخر حاجه خالص اللي هي البلمونري بلاد فيسل، الاوعيه الدمويه بتاعه الرئه.
السمباثيك، تأثير السمباثيك على أي وعاء دموي، خدها قاعدة بلاد، تأثير السمباثيك على أي بلاد فيسل يعمل فازو كونستريكشن، فيما عدا الكوروناري بلاد فيسل يحصل فازو دايليتيشن. طب فاكر النقطة اللي كنت قلت لك برضو تيجي ام سي كيو في السيرفايكال سمباثيك ديفيجن، اللي هي تأثير السمباثيك على أي مصل يعمل فيها كونتراكشن فيما عدا عضلة واحدة اللي هي السيلري مصل. تمام. وبكده نكون خلصنا معاكم يعتبر نص نص السمباثيك نيرفس سيستم. شرحنا السيرفايكال والكارديو بالمونري. اتمنى ان شاء الله ان الشرح يكون مفهوم والدنيا تبقى سهله معاكم باذن الله.